بيبدأ الفيلم في منطقة ما في جنوب أفريقيا، وبيكون في حالة اضطهاد لناس معينة من قبل ناس تانية على حسب لون بشرتهم، وبيتم فصل البيض والسمر عن بعض وحاجة كده في قمة القرف، وبتكون البلد في حالة فوضى. ولكن بيبقى في مجموعة من الناس بتنادي بدولة جديدة ديمقراطية، وعشان تنتشر الفكرة دي وتعرف الناس بيها أصلا كان لازم ناس تسعى في توصيل الفكرة دي للناس. وطبعا الناس اللي هتعمل كده هتكون مستهدفة من الفئة التانية اللي مسيطرة على الدولة، وأكيد هيتعاقبوا بأشد أنواع العقاب، وهيحاولوا بكل قوتهم إنهم يقضوا عليهم ومحوهم نهائيا. الخ الخ الخ. فتعالى معايا يا صديقي نشوف ايه الحوار اللي شكله هيبقى جامد قوي ده. يلا بينا يلا بينا. بيجي المشهد على تيموثي جينكن او تيم او جينكن، خليها جينكن حلوه، واللي بيكون ماشي بشنطه كده في مكان زحمه، وبتكون الشنطه مليانه بورق معين، والورق ده بيكون فيه الفكره اللي عايز يوصلها للناس عشان يقدروا يعملوا الدوله قايمه على العدل والمساواه وقايمه على الحريه والديمقراطيه بجد. وبيكون ماشي بالورق اللي في الشنطه دي وهو خايف ومرعوب انه يتمسك ويتقبض عليه. المهم انه بيوصل لمكان كده زحمه وبيحط الشنطه، وبيكون فيها حاجه كده زي مدفع، وبيحط الورق عليه، وفجاه بيتحرك المدفع ده بقوه، فبينتشر الورق في كل مكان، والمكان اصلا زحمه زي ما قلنا، فكل الناس بتشوف الورق وبتقرا فيه، وبتوصل لهم الفكره ان المساواه والحريه حق لكل الناس، ومش مقتصره بس على اصحاب البشره البيضاء. وبيتلاقى جينكن بستيفن صاحبه بيكونوا عايزين يخلعوا بسرعه قبل ما تيجي عليهم الشرطه، لكنهم فعلا بيكونوا وصلوا ليهم وبيزنقوهم زنقه الكلاب، وبيقبضوا عليهم بمنتهى السهوله، ومن غير حتى ما يحاولوا الهرب بيتقبض عليهم، وبيلبسوا الاساور وبيترموا في السجن لحد ما يتعرضوا على المحكمه. وبيجي المشهد عليهم وهم في المحكمه، وبيكون الدفاع بيحاول يعمل اي حاجه، لكن بيكون القاضي نفسه متضايق من اللي عملوه، وشايف انهم عملوا جريمه لا تغتفر، وانه ده يكون رد الجميل للبلد اللي اتربوا فيها، وعشان كده بيحكم على ستيفن ب8 سنين وعلى جينكن ب12 سنه. وعلى طول بيترحلوا بعربيه الشرطه للسجن اللي هيقضوا فيه فتره سجنهم، وبيستقبلهم الضابط ده وبيعرفهم كل قوانين السجن، وان كل وسائل الرفاهيه ممنوعه، وان الزياره بتكون مره واحده بس في الشهر، وبياخدهم لمكان الزنزانه بتاعتهم، وبيكون كل حركه بنظام وبأوامر، وبيعدوا ابواب كتير وبتكون كلها مقفوله بمفاتيح، وبيدخل كل واحد فيهم زنزانته وبيقفل عليهم الباب، وبيكون لباب الزنزانة الحديد ده باب تاني خشبي من بره. المهم بيقفل عليهم الباب وبيقول لهم مواعيد النوم والصحيان وميعاد الفطار، وبيكونوا الاتنين بيقضوا ليلة أولى طويلة قوي في السجن. وفي اليوم الأولاني بيضرب جرس الصحيان، وبيكون جيركن أصلا صاحي وبيقوم على طول أول ما الجرس ما بيضرب، وبيكون هو وستيفن اللي في الزنزانة اللي جنبه ومعاهم باقي المساجين واقفين صف واحد كده بره زنزاناتهم علشان يتحركوا بنظام للفطار، وبيتعرفوا على واحد هناك وبيقعد معاهم وبيعطيهم شوية نصايح كده، وإن فلان ده ينفع تصاحبه وفلان ما ينفعش، نوعية الناس اللي أنت عارفها دي. المهم إن بيعرفوا إن هم مش ناويين يقضوا فترتهم كلها هنا، وإنهم ناويين يهربوا. وبيجي المشهد عليهم وهم بيجروا في ساحة السجن، وبيقول لهم صاحبنا ده إن الهروب من هنا صعب قوي، لأن زي ما أنتم شايفين السور ارتفاعه 12 متر، والسلوك الشايكة اللي فوقه كفيلة إنها تقطع جلدك حرفيا. ده غير إن في كشافات قوية قوي بتشتغل من المغرب لحد طلوع النهار تاني يوم، وبتغطي كل مساحة السجن شبر شبر. وده طبعا غير الحراس اللي واقفين في الأبراج، واللي كل مهمتهم إنهم يصطادوا أي حد بيحاول يهرب. وفي الآخر حتة إحباط كده كمان زي الكريزة اللي فوق تورتية الإحباط دي اللي عملها، وبيقول لهم إن أي حد بيدخل هنا بيفكر إنه هيهرب تاني أسبوع. وفي اللحظة دي بيجي عليهم واحد مسجون تاني اسمه ليوناردو، وبيقول لهم إن الراجل ده محبط فعلا، في ناس حاولت ولكن محدش نجح، وانتوا لو عندكم خطة للهروب أنا معاكم، لكن أهم حاجة تخلوا تفكيركم من ناحية الأبواب. وفي اليوم 23 بيكون جينكن قاعد كده وبيبص على مكان المفتاح اللي في الباب ومركز جامد، وبيكون بيعرف يرسم كويس، فبيجيب حتة ورقة وقلم وبيحاول يطبقها كده ويحاول يفتح بيها الباب، ولكن طبعا ما بينجحش. وبيجي عليهم المشهد تاني يوم وهم ما شاء الله بياخدوا دش جماعة مع بعض. المهم بيقول لهم جينكن انه لاقي خطة، وبيقول لهم انه بيفكر يعمل اقفال، وانه بيحفظ الاشكال كويس، وهيقدر يحفظ شكل المفتاح ويقدر يرسمه وبعدين يصنعه من الخشب. فبيسألوا ليوناردو بطريقة كده وهتجيب الخشب منين يا فالح؟ فبيقول له من ورشة النجارة بتاعت السجن. عادي يعني اسلك بس انت. وبيكونوا موافقين على الفكرة، وبيكون جينكن بيركز قوي على شكل المفاتيح كل ما بتجيله فرصة يعمل كده علشان يحفظ شكلها كويس ويروح يرسمها، وبعدين يعمل الشكل اللي رسمه ده بالخشب، وبيكون ده المفتاح. وبيجي عليه المشهد في الليل وبيكون مش عارف ينام، فبيقوم يقعد كده يرسم في شكل المفتاح، وبيكون بيستغل كل فرصة تجيله علشان يبص للمفاتيح أكتر من مكان أقرب.
وفي اليوم 74 بيروح الورشة وياخد حتة خشبة كده وبيحاول يعمل منها المفتاح حسب الرسمة اللي راسمها، ولكن فجأة بيجي عليه الضابط ده وبيشك فيهم وبيفتشهم كلهم واحد واحد، لكن مش بيكتشف ولا بيلاقي أي حاجة، وبيكون بيكمل في عمل المفتاح وبينجح أخيرا في إنه يعمل أول مفتاح. ودلوقتي جه وقت إنه يجربه فعلا عمليا على الباب الحقيقي، ولما بيجربه بيفتح فعلا، ولكن بتقابله مشكلة تانية إن الباب التاني اللي وراه مفتاحه بس من بره. وبيكون قاعد مع ليوناردو وستيفن وبيحاولوا يشوفوا حل للمشكلة دي. وفي اليوم ال100 بيكون جينكن صنع المفتاح بتاع الباب اللي بره، ولكن محتاج يجربه عمليا الأول. فبيكون ستيفن بيراقب له المكان كده وبيجربه جينكن، وبيطلع فعلا لسان قفل الباب لبره، فبيتبسطوا قوي، ولكن بيكون في حد جاي عليهم بسرعة، فبيخلع ستيفن بسرعة وبيحاول جينكن يطلع المفتاح، ولكن مش بيعرف، وبيحدف له حد كده مفك عشان لو اتشاف اللسان بره كده هيشكوا فيهم وكل حاجة منهم هتبوظ، ولكن مش بيعرف يعمل حاجة. فبيمسك المقشة بسرعة في آخر لحظة وبيعمل نفسه بيمسح في الأرض، ولكن فرد الأمن الكعبول ده بيكون مش فارق له حاجة، ما بيدخلش عليهم أصلا. ولما بيمشي فرد الأمن ده بيحاول تاني في لسان القفل ده لكن مش بيعرف، ولما بيجي الضابط ده يقفل عليهم الأبواب بالليل يلاقي لسان قفل الباب طالع لبره، فبيستغرب كده، لكن بيظن إن حد نساه وإنه مستحيل يكون حد بيفكر في أي حاجة يحاول يهرب بيها، فبيقفله وبيمشي عادي قشطة يعني. وكده هما في مشكلة إنهم هيفتحوا الباب من بره إزاي وكلهم هيكونوا مسجونين جوه. فبيفكر ليوناردو في فكرة كده وبيشرحها لهم، وبيعجب ستيفن بيها، لكن بيدخل عليهم ضابط فجأة وبيكون سمع جزء من كلامهم، ولكن ما بيهتمش لأن شكلهم أغبياء وما بيفكروش حسب تفسيره لنفسه يعني. ولما بيمشي الضابط بيكملوا كلامهم، وفجأة بيقف ستيفن وبيمسك إيد المقشة دي وبيشوف إن طولها مناسب ولا لأ، وبيكون مناسب، ولكن دلوقتي في مشكلة تانية إن المفتاح هيحتاج إنه يلف لفتين إزاي وهو هيكون في إيد المقشة. وبيكون جينكن بيفكر كتير في حل لحد ما بيشوف مكنة الخياطة اللي في الورشة، وبتجيله فكرة إنه لو نفذها هيقدر يعمل زيها بالظبط في المفتاح بإيد المقشة، وبيبدأ فعلا على طول يشتغل على الموضوع لحد ما بينجح في إنه يعملها فعلا، وبيبقى عايز يجربها عمليا، لكن بعد محاولة فاشلة بيقدر ينجح بعدها، وبيعرف ليوناردو وستيفن إنه فعلا نجح في فتح البابين، وبيكونوا مبسوطين قوي وبيحتفلوا مع بعض في الخباثة كده. وبيجي المشهد على جينكن وهو حاطط المفاتيح بتاعته في برطمان كده وبيدفنهم في جنينة السجن. بيكون واقف ستيفن معاه، ولكن بيجي عليهم فجأة ضابط وبيخلع ستيفن بسرعة وبيدفن جينكن البرطمان بسرعة قبل ما يشوف الضابط حاجة. بيسأله الضابط بتعمل ايه، فبيقول له انا كنت بنظف الزبالة اللي هنا، وبيسيبه وبيمشي وما بيشكش في حاجة الضابط. وبيكونوا خلاص قربوا يتموا المهمة، وبيقول لهم ستيفن انهم محتاجين هدوم مدنية علشان لما يخرجوا ما يكونوش ملفتين للنظر. وفي اليوم 206 بيكونوا مظبطين مع حد كده يجيب لهم لبس مدني عشان يلبسوه اول ما يطلعوا من السجن. وبعدها ب3 شهور بالظبط في اليوم 296 بيقرروا انهم يهربوا في اليوم ده، وفعلا بيخرجوا من كل الابواب اللي بتقابلهم بنجاح. ولكن فرد الامن الكعبول ده فجأة بيسمع صوت وبيروح علشان يتأكد ان مفيش حاجة، وبيحاولوا يتداروا بسرعة علشان ما يشوفهمش، وبيدخلوا اوضة كده بتكون ضيقة قوي، واول ما بيبعد بيروحوا بسرعة عشان يجربوا الباب ده. بيكون الكعبول ده بيطمن ان كله في مكانه، وبيكونوا حاطين المخدات مكانهم عشان محدش يشك في ان محدش موجود. ولما بيجي نازل الكعبول ده بيرجعوا بسرعة تاني لمكانهم قبل ما يجي عليهم، وبيتداروا تاني في نفس المكان الضيق اللي كانوا فيه، وبيقف لحظة كده لكنه بيرجع تاني مكانه وما بيعرفش اي حاجة من اللي حصل. وبيجي تاني يوم وبيضرب الجرس لكن ما بيقدرش جينكن يصحى من التعب، وبيجي له مأمور الاسم بنفسه وبيسأله لو كان مريض، فبيقول له لا، فبيصرخ عليه وبيقول له لما يضرب الجرس تطلع بره الأوضة وتصحى وتلتزم بالتعليمات. وبيطلعه فعلا بره الأوضة وبيأمر بتفتيش الزنزانة كويس، ومش بيلاقي إلا قطعة صغيرة من بوز مفتاح كده معمول من الخشب. فبيسأله باستغراب ايه دي، فبيرد عليه بتلقائية وبذكاء شديد انه بيثبت عليها صورة والده ووالدته. فبيقول له الضابط ان انت وراك حاجة وهعرفها بصوت خالد صالح. وبيكملوا اللي بدأوه وبيكونوا بيعملوا مفاتيح كتير عشان لما يحتاجوا أي باب يلاقوا مفتاح. وبيجي عليهم اليوم 404 وبيكون بيكشف على أسنانه وبيعرف وهو في العيادة إن في باب بيفتح وبيقفل إلكترونيا بالكهرباء يعني. وبيكون بيقترح كل اللي وصل له ده على الناس اللي معاه في السجن، وإنهم عملوا 29 مفتاح بيفتحوا تقريبا 15 باب في السجن ده، ولكن محدش بيبقى متشجع للفكرة، وده بسبب إن محدش نجح قبل كده في الهروب من السجن، وكمان علشان خايفين يتمسكوا
يتمسكوا فتزيد مدة سجنهم اكتر ما هي، فبيقرروا ان هم التلاتة بس اللي هينفذوا العملية. وبيجي اليوم اللي هينفذوا فيه العملية، وفعلا بيقدر جينكن يفتح الباب بتاعه، وبيفتح الباب لستيفن وبيفتحوا ليوناردو مع بعض، وبيكونوا ماشيين بهدوم خفيفة كده لانهم هيلبسوا هدوم المدنيين لما يقربوا من الخروج. وبيودع جينكن عمه المحبط ده لاخر مرة، وبيقول له لسه الفرصة موجودة وتقدر تيجي معانا، لكنه بيرفض. وبيروحوا في طريقهم وبيفتحوا باب ورا التاني، وبيكون عمه فرد الامن الكعبول ده بيتمشى كده في السجن من تحت علشان عايز يروح الحمام. وبيكونوا هم مكملين في طريقهم وبيفتحوا الباب بعد التاني، وخلاص قربوا على النهاية السعيدة، وبيروحوا يتداروا في الأوضة الضيقة اللي كانوا فيها المرة اللي فاتت دي علشان يستنوه لما يبعد، وبعدين يتحركوا مرة تانية ناحية الباب ده. ولما بيعدي من قدامهم بيشك في حاجة وبيكون خلاص هيفتح عليهم الباب، لكن عمه المحبط ده أخيرا بيقرر ينقذهم ويكسر لمبة كده وينادى عليه علشان يلهيه عنهم. وفعلا بيروح عليه وبيخرجوا بسرعة ناحية الباب وبيفتحوا الباب ده أخيرا. ودلوقتي جه وقت الباب الكهربائي، وفعلا بيقدروا يفتحوه، وبيبقى خلاص باقي بس الباب الأخير ده. وبيكونوا بيجربوا كل المفاتيح اللي معاهم وبيختلفوا مع بعض أي واحد فيهم لأنهم بيكونوا متوترين قوي، ومفيش أي مفتاح منهم راضي يفتح الباب. فبياخد ليوناردو المفتاح من جينكن وبيقدر يفتح الباب عادي، وده لأن جينكن كان متوتر جدا. ودلوقتي خلاص بقى الباب الأخير اللي على الشارع مباشرة، فبيلبسوا هدوم المدنيين وخلاص بقى تكة وهيبقوا في الشارع. وبيكونوا شايفين الشارع من الفتحات اللي في الباب، وبيكونوا مش مصدقين نفسهم وبيعيطوا من الفرحة، وبيحضنوا بعض وبيهنوا بعض قبل حتى ما يقدروا يفتحوا الباب. وبيجربوا كل المفاتيح اللي معاهم، ولكن ولا واحد فيهم بيفتح الباب. وبيبقى ليوناردو هيجن لدرجة انه بيبقى عايز يكسر الباب ويعمل اي حاجة، المهم هيخرج. وبيبقى بيحاول يعمل حفرة كده ورا القفل بمفك. وبيكون ستيفن خايف جدا لان الصوت عالي وممكن اي حد يسمعه. واخيرا بيقدروا فعلا يفتحوا الباب وبينجحوا في انهم يطلعوا من الباب الاخير، ولكن لسه في مشكلة. لسه الامن اللي في الابراج اللي لو حسوا او عرفوا انهم هربانين هيضربوا عليهم نار. بيكونوا بيداروا كده جنب الحيط، وبيكون جينكن بيشوف بالمراية كده، واول ما فرد الامن ده بيعطيه ظهره بيمشي كأنه واحد من الشارع عادي. وبيجي ليوناردو وستيفن وراه وبيعدوا على ظابط كده عند عربية، لكنهم بيجمدوا قلبهم وبيعدوا من جنبه ومحدش بيعرفهم لحد ما بيبعدوا بعيد عن السجن. وبيكونوا بيجروا في الشارع من الفرحة عشان يبعدوا عن السجن، وبياخدوا تاكسي من منطقة بعيدة لمنطقة أبعد عشان يطلعوا من البلد كلها في أسرع وأقرب فرصة. وبيجي المشهد على الضباط في السجن تاني نهار وهم بيفتحوا الباب عليهم ومش بيلاقيهم، وبيكون بيصرخ الضابط ده علشان في مساجين هربوا. ولكن بعد ايه يا فالح ما خلاص. وبيكونوا هم التلاتة في التاكسي بيصرخوا من الفرحة وإنهم فعلا قدروا ينجحوا في الخروج من السجن ده. بس كده يا صديقي، قول لي بقى انت ايه رأيك في الفيلم ده، ولو عندك اي اقتراحات لافلام تحب نعملها قول لنا عليها في التعليقات. وفي الاخر كالعادة اسم الفيلم هيكون في اول تعليق. وصلى على النبي محمد. سلام.